السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم يا حلوين في فيديو جديد من قناة اكلة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض الزبادي البيتي بطريقة سهلة وبسيطة، بتمنى تعجبكم. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش تصلوا على الرسول، ولو اول مرة تشوفوني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة معانا لتر من الحليب وعلبة زبادي اي نوع. بعد كده هنضيف لتر الحليب بتاعنا في الخلاط، وهنضيف عليه الزبادي بتاعنا زي ما انتوا شايفين. هنضربهم حلو في الخلاط. بعد ما ضربناهم في الخلاط هنبدأ نوزعهم في الكوبايات بتاعتنا. بعد ما وزعنا الزبادي زي ما انتوا شايفين، هنبدأ نرص الزبادي بتاعنا في صينية، او ممكن نضيفه في جهاز الزبادي، اي حاجة تفضلوها، بس انا بحب الطريقة دي قوي. بعد ما رصينا الزبادي بتاعنا في الصينية هنبدأ نضيف مية مغلية زي ما انتوا شايفين. بعد ما ملينا الصينية بتاعتنا بمية مغلية هنبدأ نغطيها، وهنسيبها لمدة 6 ساعات في مكان دافي لحد ما تربط معانا، وهتاكلي احلى زبادي بيتي. وده شكلها بعد ما خلصت، حلوة جدا، بتمنى تجربوها تعجبكم قوي. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.